السلام عليكم. وسط موروث حضاري تخطى 1200 سنة، حين أمر جوهر الصقلي مؤسس مدينة القاهرة والقائد العسكري ونائب السلطان الفاطمي، حين جاء الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله من مدينة المهدية التونسية إلى القاهرة. وقبل أن يدخل الحاكم بأمر الله إلى عاصمة خلافته الجديدة، أبهره حفاوة استقبال المصريين الذي استقبلوه بأعداد كبيرة ناحية الجيزة في الثلاثاء 7 من شهر رمضان سنة 362 هجرية، سنة 973 ميلادية، على ضوء الفوانيس. ومن يومها والفانوس أهم مظهر شعبي مصري في الشهر المبارك، والذي أصبح علامة مسجلة لهذا الشهر. إن هذا الفانوس لا تكتمل فرحة الصغار إلا به، وعلى ضوئه يذكر الكبار ذكرى لا تفارق خيالهم مدى الحياة. أصل كلمة فانوس هي كلمة إغريقية وتعني أي وسيلة إنارة. ازدهرت صناعة الفوانيس في القاهرة الفاطمية حتى أصبحت مهنة مهمة ولها حرفيين وصناع في القاهرة، وما تزال هذه المهنة حية إلى الآن. صنع الفانوس في العصور الأولى من الخشب، ثم من النحاس المطعم بالزجاج الملون، ثم تحول إلى صفيح وزجاج ملون عليه نقوش وزخارف جميلة. وقد ذكر المقريزي في كتابه المواعظ والأخيار بذكر الخطط والآثار إن أقباط مصر قبل الإسلام كانوا يستخدمون شيء للإضاءة قريب الشبه بفكرة الفانوس في احتفالاتهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد. إن فكرة فانوس رمضان وزينة شوارع القاهرة بورق رمضان ذكرى لا تفارق خيال أي إنسان عاش في القاهرة مدى الحياة. والكلمة الشهيرة بتاعت وحوي يا وحوي، والتي تبين بعد ذلك أنها لغة فرعونية ولها ترجمة في العربية، وهي أشرقت أشرقت يا قمر. يوجد للفانوس أشكال كتيرة وأسماء كتيرة. أهم فانوس البرلمان، وده لأنه عملوا فانوس كبير جدا وحطوه في مدخل البرلمان المصري سنة 1930. والثاني فانوس الملك فاروق، لأن القصر الملكي أراد أن يبهر الطفل فاروق ولي العهد بعيد ميلاده، فاشترى 500 فانوس ووضعوهم في قصر عابدين، وزينوا القصر كله بال500 فانوس. وبقى الفانوس ده ماركة مسجلة واسم على اسم ولي العهد فاروق، اللي بعد كده تحول إلى الملك فاروق. احنا دلوقتي في المنطقة كاملة تصنع وتبيع الفانوس، اسمها تحت الربع، وهي قريبة من باب زويلة وميدان باب الخل. الفانوس ده ما حدش عاش في مصر غير لما في رمضان شاله ولف بيه وقال وحوي يا وحوي. وانا زمان وانا صغير الفانوس ده ياما لسعني. كان الاول في شمعة وسيلة الإنارة بتاعته الشمع، فكانت الشمعة دي مع الصفيح بتعمل سخونية رهيبة جدا، لدرجة إن أي حد كان بيمسك الفانوس كان بيتلسع لسعة شديدة جدا جدا، لأن الفانوس مصنوع من الزجاج والصفيح. ولكنها ذكرى لا تفارق خيال أي إنسان كان موجود في القاهرة وجاله فانوس أو اشترى فانوس ولعب بيه في رمضان وقال وحوي يا وحوي،
مفيش حد ما اتلسعش من الفانوس ده، لكنها لسعة جميلة جدا، لا تفارق خيال من مسك الفانوس. من الحاجات الجميلة جدا الفانوس ده في مصر متعدد الأحجام، بيبتدي من 10 سنتي وممكن يوصل ل2 متر أو أكتر من 2 متر. عادة مصرية انتقلت لكل العالم في رمضان، بقى ماركة مسجلة لشهر رمضان. يمكن مش في مصر بس، يمكن في كل الدول الإسلامية أو في كل دول العالم، إن هو مظهر من مظاهر شهر رمضان المبارك. مكان جميل جدا بيبهرك إن أنت كله فوانيس وكله مصانع لإنتاج الفوانيس. عادة جميلة جدا من عادات مصر، يوم في مصر مع فانوس رمضان. للجميع الشكر والحب والاحترام.